في قصة مرعبة انتشرت على الإنترنت واللي حكاها آلاف الناس وبيأكدوا إنهم عاشوا نفس التجربة الغريبة. القصة بتحكي عن حاجة اسمها رجل الظل، كيان غامض بيظهر للناس وهم نايمين أو بالأدق وهم في حالة الشلل اللي بتحصل قبل النوم أو بعده. الشخص اللي عاش التجربة بيقول: صحيت في نص الليل، حسيت إني صاحي وواعي، لكن جسمي مش قادر يتحرك خالص، عيني بس اللي بتتحرك والغرفة كلها ضلمة إلا من نور خفيف داخل من الشباك. حسيت بحاجة واقفة عند الباب، جسم طويل أسود ملوش ملامح، مجرد ظل على هيئة إنسان واقف وساكت. كنت عايزة أصرخ بس صوتي مش طالع، قلبي بيدق بسرعة وكل ثانية الكيان ده كان بيقرب لحد ما واقف جنبي بالظبط. كنت حاسس بنفسه البارد على وشي مع إنه مش إنسان. بعد لحظات اختفى فجأة والجسم اتحرر وقدرت أتحرك تاني، لكن لحد النهاردة مش قادر أنسى عيونه اللي مش بتتشاف لكنها بتخترقني كأني شايفها. آلاف الناس حول العالم حكوا نفس التجربة، يصحوا من النوم يلاقوا نفسهم مش قادرين يتحركوا، يحسوا بوجود شخص غريب أو ظل واقف في الأوضة. بعضهم شاف رجل طويل أسود أو كيان بعيون حمر أو ظل على شكل إنسان. والعلماء بيقولوا إن ده بيحصل لأن المخ بيبقى صاحي جزئيا والجسم لسه نايم، فيبدأ العقل يتخيل صور وأصوات هلوسة نومية. لكن ناس كتير مقتنعة إن ده مش مجرد وهم وإنها كائنات من عالم تاني بتظهر بس في اللحظات دي. يعني القصة حقيقية من ناحية التجارب اللي الناس عاشتها، لكن التفسير بيتقسم بين حاجتين: تفسير علمي وهو هلوسة شلل النوم، تفسير تاني مرعب إنها كائنات حقيقية زي الأشباح أو الجن. والسؤال المرعب هنا: هل رجل الظل مجرد وهم من عقلنا واحنا في الحالة دي، ولا فعلا موجود في كائنات من عالم تاني بتستغل اللحظة دي عشان تقرب مننا؟ لو حصل لك قبل كده موقف مشابه احكيه في التعليقات، يمكن نكتشف انه مش لوحده. اشترك في القناة وفعل الجرس.